هاي أصحابي، أهلا بكم في قناتكم المفضلة سينما فيلم. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع ملخصات أفلام سينما فيلم. بيبدأ الفيلم بجون ويك وهو رايح المستشفى علشان يطمن على مراته، وكان بيفتكر أول ما تعبت وبقت مريضة بمرض السرطان واتفاجئ بالنبض بتاعها بيقف وبتموت قدامه في المستشفى، وبيحاول يمسك أعصابه وبيرجع البيت وبيغير هدومه علشان يروح الجنازة بتاعتها. ولما بتنتهي الجنازة بيتكلم معاه صديقه ماركوس وبيحاول يهون عليه موت مراته، وساعتها جون شكره علشان بيحاول يهتم بيه وبيودعه ماركوس وبيمشي. وفي نفس اليوم بالليل بيفتح الباب وبيلاقي بنت جايباله كلب وبتعرفه انها تبع مزرعة كلاب وبتطلب منه يمضي على استلام الكلب. ولما بتمشي بيلاقي جون جواب مع الصندوق من مراته ومكتوب فيه ان الكلب ده هدية منها لانه اكيد هيحتاج حاجة تانية تهون عليه غير العربية بتاعتها. وبيحزن جون جدا على غيابها وبيفضل يبكي وهو مش مصدق انها خلاص مش هتبقى معاه. وبيفتح الصندوق وبيخرج الكلب وبيروح علشان ينام وبيحط الكلب على الارض جنب السرير، وبيصحى تاني يوم في ميعاده كالعادة وبيركب العربية بتاعت مراته وبيدخل معاه الكلب في العربية وبيروح بيها لمحطة البنزين. وساعتها بيوصل للمحطة عربية تانية فيها شباب وبينزل واحد منهم وبيحاول يتكلم مع جون وبيعرفوا ان العربية بتاعته جميلة وبيسأله عاوز يبيعها بكام، لكن جون قال له انه مش عاوز يبيعها، واتضايق منه الشاب جدا واتكلم معاه بطريقه وحشه وفهمه ان كل حاجه وليها سعرها. وهنا جون رد عليه بنفس الطريقه وقال له ان عربيته مش للبيع. وبيجي ساعتها صديق الشاب وبيعتذر لجون وبيمنع صديقه انه يعمل مشكله. وفي نفس اليوم بالليل بيصحى جون على صوت الكلب وهو بينبح بصوت عالي، وفي البدايه جون افتكره بيعمل كده علشان عاوز يدخل الحمام ونزل وراه علشان يفتح له الباب، لكن اتفاجئ باتنين واقفين قدامه وواحد بيضربه بعصايه البيسبول على راسه، واول ما بيقع على الارض بيفضلوا يضربوه بعنف وبيكسروا في كل حاجه في البيت، وكمان بيضربوا الكلب بتاعه وبيموت في ساعتها. وكان جون شايف كل حاجه بتحصل وهو بيعاني ومش قادر يتحرك. واول ما بيلاقوا مفتاح العربيه بيشيل واحد منهم القناع بتاعه، وبيتفاجئ جون لما بيلاقيه الشاب اللي كان في محطه البنزين، وبيضربوا الشاب لحد ما بيفقد الوعي وبيسيبوه وبيمشوا. وبيفوق جون بعدها وبيلاقي الكلب قدامه وبياخده في حضنه وهو حزين لانه كان الهديه الاخيره من مراته والحاجه اللي بتفكروا بيها. وبيخرج علشان يدفن الكلب وبيمسح الدم اللي على الارض، وبيفتكر الشاب اللي ضربه وقتل الكلب وسرق العربيه وقرر ينتقم منه. وفي نفس الوقت ده بيوصل الشباب لمركز صيانة العربيات اللي بيتعاملوا معاه واللي علشان يعمل لهم اوراق جديدة للعربيات اللي بيسرقوها ويقدروا يبيعوها بشكل طبيعي. لكن المسؤول اول ما بيشوف العربية بيتصدم لانه كان عارف انها العربية بتاعت جون ويك، وسألهم لو كانوا قتلوا صاحب العربية بعد ما سرقوها. ولما عرف انهم سابوه عايش لكن قتلوا الكلب بتاعه اتضايق جدا وفهم ان الموضوع مش هيعدي بالساهل، وضرب الشاب لكمة قوية وطلب منهم يخرجوا من المركز بتاعه لان صاحب العربية مش هيسيبهم في حالهم. وبعد فترة بيوصل جون للمركز وبيدخل هناك بكل ثقة وبيتكلم مع ويليام صاحب المركز وبيسأله مين اللي سرق العربية بتاعته. وساعتها ويليام حكى له على اللي حصل وعرفه ان جو ابن فيجو رئيس العصابة الروسية هو اللي سرقها، واتكلم مع جون وحاول يعرف هيعمل ايه، لكن جون رفض يقول اي حاجة وطلب منه يديله عربية جديدة لحد ما ياخد العربية بتاعته منهم. وبعدها فيجو بيتصل بويليام وبيسأله ليه ضرب ابن جو، وعرفه ان لو مش عنده تفسير للي حصل فساعتها هيقتله. واتصدم لما ويليام قال له انه ضرب ابنه لانه سرق عربية جون ويك وكمان قتل الكلب بتاعه، لدرجة انه قفل المكالمة وهو مصدوم ومش عارف هيتصرف ازاي. واول ما بيشوف ابنه بيضربه لكمة قوية في بطنه وبيقلع الجاكيت بتاعه وهو متوتر وبيضربه تاني، وبيعرفه انه غلط غلطة كبيرة لما سرق العربية من غير ما يسأل مين صاحبها. واستغرب جو من كلامه وفهمه انه صاحبها يبقى شخص ملوش لازمة، لكن فيجو قال له ان الشخص اللي ملوش لازمة ده يبقى جون ويك، وابتدى يتكلم عنه وعرفه ان جون كان بيشتغل معاهم من فترة طويلة قبل ما يتجوز ويقرر يسيب الشغل، وفهموا ان اللي عمله جون لما كان بيشتغل معاهم هو السبب في كل النفوذ والقوة اللي هم وصلوا ليها، لدرجة ان كل الناس كانت بتطلق عليه اسم البعبع، وكانوا بيطلقوا عليه الاسم ده مش علشان هو البعبع، لكن دايما كانت مهمته يقتل العصابات اللي كنا بنقول عليه البعبع ومفيش اي حد كان بيقدر يقف قصاده. وفهموا انه شخص ملتزم وعنده اراده قويه ومهارات عاليه، لدرجه انه في مره قتل 3 اشخاص في الحانه بمجرد قلم رصاص، لكن فجاه من 5 سنين طلب انه يسيب الشغل ويكمل بقيه حياته مع مراته. وساعتها طلبنا منه ينفذ مهمه مستحيله مفيش اي حد يقدر ينفذها لوحده، والمهمه دي هي السبب في كل حاجه وصلنا ليها لحد دلوقتي.
وبعد كام يوم من موت مراته جيت انت وسرقت عربيته وكمان قتلت الكلب بتاعه وفاكر ان كل ده هيعدي بالساهل. واتضايق جو جدا من كلام ابوه وعرفه انه ممكن يقتل جون وينتهي منه للابد، لكن فيجو عرفه انه مش هيحتاج يعمل كده لان جون هو اللي هيجي بنفسه علشان يخلص منه ومفيش حد هيقدر يقف قصاده. واتصل فيجو بعدها بجون على امل انه يوصل لحل معاه وفهمه ان ابنه ما كانش يعرف هو مين وكل حاجه ممكن يحلوها مع بعض، لكن جون رفض يتكلم معاه وقفل معاه المكالمه علشان يفهمه ان الموضوع مش هيبقى فيه نقاش. واتضايق فيجو من رد فعله واتكلم مع المساعد بتاعه وطلب منه يجهز كل رجالتهم ويبعتهم على بيت جون يمكن يقتلوه ويرتاحوا من المشكله دي للابد. وبيكون جون ساعتها في البيت وبيحس ان في ناس بتقرب من البيت بتاعه وبيطفي كل الانوار وبياخد المسدس بتاعه وبيجهز للحرب قدامهم. وبيدخلوا كلهم البيت بهدوء وبيظهر جون قدامهم وبيصوب المسدس عليهم وبيقتل كل واحد فيهم برصاصه في راسه وبتقوم حرب شرسه بينهم. وبيغير الخزنه بتاعه السلاح وبيقاتل قدامهم بكل عنف وبيستخدم كل مهاراته وبيقاومهم بكل قوته. ورغم ان عددهم كان كبير لكن جون كان اقوى منهم وقدر يتغلب عليهم كلهم في وقت قصير. واتفاجئ ساعتها بشرطي بيرن جرس الباب وبيفتح له بكل هدوء وبيلاحظ الشرطي الناس اللي ميته على الارض في البيت وبيخاف جدا وبيعرفوا ان جالهم شكوى بخصوص الازعاج وصوت الرصاص وبيسأله لو كان رجع لشغله القديم من تاني، لكن جون فهمه انها مشكلة بسيطة وكان بيحلها بنفسه. وساعتها الشرطي اتمنى له يوم سعيد وسابه ومشي. ولما فيجو بيعرف اللي حصل بيتكلم مع المساعد بتاعه وبيطلب منه يحط مكافأة $1,000,000 لأي قاتل مأجور هيقدر يقتل جون ويك. واستغرب المساعد من المبلغ الكبير وبيروح فيجو بعدها لماركوس صديق جون وبيبلغه بالعرض بتاع القتل لأنه هو كمان كان قاتل مأجور وعرفه انه هيديله $1,000,000 لو قدر يقتل جون. وتردد ماركوس في البداية لكن وافق على المهمة لأن العرض كان مغري وبدأ يجهز القناصة بتاعته علشان يبدأ المهمة. وفي نفس الوقت ده بيروح جون لفندق الكونتيننتال اللي بيجتمع فيه معظم رجال العصابات والقتلة المأجورين. وأول ما بيدخل بتتعرف عليه القاتلة بيركنز وبترحب بيه وبيرحب بيها جون هو كمان. وبعدها بيتكلم موظف الاستقبال وبيعرف منه رقم الأوضة اللي هيبقى موجود فيها وبيسأله لو كان الفندق لسه تحت قيادة المدير وينستون وبيأكد له الموظف إن وينستون يبقى المدير وبيرحب جدا بجون في الفندق. وبيطلع بعدها الغرفة بتاعته وبيسيب الشنطة وبينزل علشان يقابل وينستون ويعرف منه مكان جو ابن فيجو. وبيدخل لمكان سري في الفندق بيوصل منه للكازينو بتاع رجال العصابات وبيستغرب وينستون لما بيشوفه لأنه عارف إن جون مبقاش بيشتغل في القتل زي زمان والفندق ده بالذات مش بيعيش فيه غير القتلة علشان ممنوع إن أي عملية قتل تتم في الفندق وإلا القاتل اللي عمل كده هيموت في ساعتها. لكن جون عرفه إنها مجرد زيارة وإنه هيصفي حسابه مع جو وبعدها هيرجع لحياته الطبيعية. وبيكون فيجو ساعتها في طريقه للشركة بتاعته وبيعرف من المساعد إن جون موجود في الفندق وبيقول له يضاعف المكافأة ل2 مليون لأي حد هيخالف قوانين القتلة وهيقتل جون في الفندق. وبيعرف جون المكان اللي موجود فيه جو وبيطلع الأوضة وبيلبس البدلة بتاعته والواقي ضد الرصاص وبيدخل المكان. وأول ما بيشوف صديقه بيضربه علشان يعترف على مكان جو وبعدها بيغرقه في المية لحد ما بيموت. وبيبدأ يقتل في كل الحراس اللي بيقابلهم في طريقه لحد ما بيوصل للمكان اللي موجود فيه جو وبتقوم حرب شرسة بينه وبين الحراس اللي هناك. وبيضرب نار على جو لكن الرصاص بيجي في الإزاز ومش بيقدر يسيبه. وبيوصل بعدها للحفلة علشان يطارد جو وبيهجم عليه الحراس من كل مكان لكن جون بيقدر يتغلب عليهم وبيقتلهم من غير رحمة. ولما الرصاص بتاعه بيخلص بيدخل في قتال مع قائد الحراس وبيضربوا بعض بكل قوتهم وبيقدر انه يصيب جون في بطنه وكمان بيوقعه من فوق السور. وبيحاول جون يقاوم الإصابة وبيخرج من المكان وبيرجع بعدها الفندق وبيتعالج في الأوضة بتاعته وبعدها بيحاول يرتاح. لكن صديقه ماركوس بيصوب البندقية عليه من المبنى اللي قدامه وبيضرب رصاصة جنبه على المخدة أول ما بتدخل القاتلة بيركنز علشان يحذره. وبيدخل جون في قتال عنيف معاها ورغم ان جون كان مصاب وبيركنز كانت قاتلة محترفة لكن جون بيقاوم الإصابة وبيقدر يتغلب عليها وبيسيبها مع قاتل تاني في الأوضة اللي جنبه مقابل الفلوس. وساعتها ماركوس بيشيل البندقية بتاعته وبنكتشف انه قبل المهمة علشان يقدر يساعد جون من غير ما فيجو يعرف انه بيحميه. وتاني يوم بيوصل جون للكنيسة اللي كان فيجو شايل فيها كل الفلوس بتاعته والأوراق المهمة. وأول ما بيدخل هناك بيطلع المدفع الرشاش وبيقتل كل الحراس اللي موجودين وبيضرب رصاصة في رجل القسيس وبيدخل بيه للمكان اللي فيه الفلوس وبيقتل الحراس بتوع الخزنة وبيطلب من القسيس يكتب الرقم السري وبيحرق كل الأوراق والفلوس وبيخرج من الكنيسة بكل ثقة وبيطلع فوق سطح المبنى اللي قدامها علشان يشوف فيجو لما يوصل. وفعلا بيوصل فيجو بعدها ومع مجموعة كبيرة من رجالته وبيتفاجئوا بجون وهو بيضرب عليهم
عليهم نار وبيقتل عدد كبير منهم. لكن بيجي قائد الحراس وبيصدمه بالعربية وبيقع جون على الأرض وبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في الكرسي وبيتكلم مع فيجو وهو متضايق علشان الفلوس والاوراق المهمه اللي كانت موجوده في الخزنه. لكن جون مش بيهتم لكلامه وبيتعصب على فيجو وبيعرفه ان مراته لما ماتت كان حاسس باليأس، والكلب اللي سابته معاه هو اللي كان بيحسسه بالامل لانه الحاجه اللي كانت بتفكره بيها. ورغم انه مربوط في الكرسي لكن بيهدد فيجو انه هيقتله لو ما سلمش ابنه علشان يقتله بنفسه زي ما قتل الكلب بتاعه. واتصدم فيجو من رد فعله وطلب من الحراس تخلص منه وسابه وخرج مع بقيه الحراس. وساعتها الحراس بتخنق جون وبتحاول تقتله، لكن بيجي ماركوس وبيصوب عليهم من فوق سطح المبنى اللي قدامهم وبيقتل واحد فيهم في ثواني. وبيتصدم الحارس التاني من الموقف وبيقوم جون وبيدخل في قتال مع الحارس وبتقوم معركة شرسة بينهم. وبيقدر جون انه يخنقه بالحبل اللي كان مربوط بيه، وبعدها بيقطع الحبل وبيخرج بسرعة من طريق تاني علشان يقطع طريق فيجو. وبيضرب نار على العربية وكمان بيقتل السواق بتاعه وبيصوب السلاح على فيجو وبيسأله عن مكان ابنه. وساعتها فيجو طلب منه يسيبه عايش اول ما يقول له على مكان ابنه. ووافق جون واشترط عليه انه يوقف المكافأة اللي كان حاططها على اللي يقتله. ولما اتفقوا عرف منه جون مكان ابنه جو وسابه ومشي. وبيوصل بعدها للمبنى اللي موجود فيه جو وبيقتل واحد من القناصة وبياخد منه السلاح بتاعه. وبيقتل صديق جو ومجموعة من القناصة وبيصوب عليه من بعيد. وبعدها بيفجر العربيات بتاعتهم علشان يمنعهم يهربوا. وبيقتل اخر حارس كان مع جو وبيضربه رصاصة في بطنه. وبعدها بيظهر قدامه بكل ثقة وبيصوب المسدس على راسه وبيقتله في ساعتها من غير ولا كلمة. وبيرجع بعدها الفندق وبياخد الشنطة بتاعته وبيدفع بقية حسابه. وبيتفاجئ بالموظف وهو بيديله مفاتيح عربية جديدة وبيعرفه انها تعويض علشان القاتلة اللي حاولت تقتله رغم انه كان عندهم في الفندق. وبيرحب جون بالهدية وبيخرج من الفندق وبيركب العربية بتاعته الجديدة وبيروح علشان يقابل صديقه ماركوس وبيشكره علشان أنقذه أكتر من مرة. وبتشوفهم ساعتها بيركنز وبتعرف إن ماركوس هو اللي كان بيساعده. ولما ماركوس بيرجع البيت بيلاقي رجالة فيجو في انتظاره وبيتفاجئ إن فيجو بنفسه موجود في بيته وكمان معاه بيركنز. وبيضربوا فيجو بعنف وبعدها بيطعنوا بالسكينة في رجله وبيضربوا أكتر من رصاصة لحد ما بيموت. وبيتصل بعدها بجون وبيعرفه إنه قتل صديقه ماركوس لانه كان بيخونه ورفض ينفذ المهمه اللي وافق عليها. وبيتصدم جون من الخبر وبيروح بيت ماركوس وبيتضايق لما بيشوفه ميت قدامه. وفي نفس الوقت ده بتروح بيركنز علشان تقابل وينستون وبيقتلها الحراس بتوعه لانها خالفت القانون بتاع الفندق. وبيتصل بعدها بجون وبيعرفه ان فيجو قرر يهرب من البلد قبل ما جون يقتله وعرفه العنوان اللي فيجو موجود فيه. وبيروح جون بسرعه وبيصدمهم بالعربيه قبل ما يهربوا. وبيدخل في حرب مع الحراس بتوع فيجو وبيقدر يتغلب عليهم كلهم. وبعدها بيدخل في قتال مع فيجو وبتقوم معركة شرسة بينهم. وبيقدر يطعن جون بالسكينة لكن جون بيطلع السكينة وبيطعنه بيها في صدره وبيموت فيجو في ساعتها. وبيمشي جون من المكان وهو بيعاني من إصابته وبيدخل غرفة في المبنى وبيحاول يعالج نفسه. وبيلاقي كلاب كتير موجودة في الأوضة وبياخد منهم كلب شرس علشان يعيش معاه بدل الكلب اللي مات. وبيمشي من المبنى بعد ما قدر يتغلب على فيجو كل رجالته. وبيرجع بعدها لبيته بالعربية اللي اتدمرت وبيحط الأكل للكلب بتاعه وبيفتكر مراته لما كانت عايشة لحد ما بينام. وتاني يوم بيتفاجئ بجرس الباب وهو بيرن ولما بيفتح بيلاقيه صديقه سانتينو رئيس العصابة الإيطالية ومعاه مجموعة كبيرة من رجالته. وبيرحب بيه وبيدخلوا مع بعض للبيت وبيتكلم معاه سانتينو وبيطلع من جيبه قطعة حديد بيتقال عليها التميمة. وهنا بنكتشف ان جون طلب خدمة من سانتينو زمان وفي المقابل ساب بصمته بدمه في التميمة. وده معناه ان سانتينو لو احتاج منه اي خدمة في اي وقت فلازم جون ينفذها من غير نقاش. لكن جون رفض ينفذ اي مهمة في الاكل تاني وفهمه انه ما بقاش جون بتاع زمان وهو دلوقتي عاوز يعيش في سلام. وحاول سانتينو يقنعه ينفذ المهمة لكن جون رفض من غير ما حتى يعرف اي حاجة عن المهمة. وساعتها بيخرج سانتينو من عنده وهو متضايق ومهتمش جون وقفل الباب ودخل وقعد مع الكلب بتاعه ولا كأن حاجة حصلت. وفجأة بيقف سانتينو قريب من بيت جون وبيحط الطلقات في السلاح وبيضرب على بيت جون 3 طلقات متفجرة وبيفجر البيت كله. وبينهار جون من الموقف وبيتصاب من الانفجار لكن بيفوق بعدها وبيروح لفندق الكونتيننتال وبيتكلم مع السيد وينستون وبيسأله على مكان سانتينو علشان ينتقم منه. لكن بيتفاجئ انه عارف كل حاجة عن اللي حصل وبيعرفوا ان القتلة المأجورين ورجال العصابات عندهم 2 من القوانين: ما ينفعش تقتل اي حد داخل فندق الكونتيننتال ولا تخالف الاتفاق اللي بينك وبين صاحب التميمة، ولو قتلتوه هتموت، ولو هربت هتموت، ولو رفضت تنفذ الاوامر برضه تموت.
وفهمه ان سانتينو عنده طلب واحد، ولو جون قدر ينفذه فساعتها هيبقى حر حتى لو كان هيقتل سانتينو بعدها، مفيش اي حد هيقدر يلومه. وبيضطر جون يسمع كلامه وبيروح يقابل سانتينو، وبيتصدم لما بيعرف ان مهمته يقتل جينا اخت سانتينو في مدينة روما، لانها تعتبر رئيس العصابة الايطالية بعد موت ابوه ولازم يخلص منها علشان ياخد مكانها، لكن مش بيتناقش معاه وبيسيبه ويمشي علشان ينفذ المهمة. وبيوصل بعدها لروما وبيدخل الفرع التاني لفندق كونتيننتال اللي هناك، وبيرحب بيه مدير الفندق وبيسأله لو كانت مهمته يقتل رئيس الدولة. ولما جون عرفه انه مش هيقتل الرئيس فرح المدير جدا وفهمه انه هيكون مبسوط معاهم زي زمان. وبيبدأ جون يجهز نفسه وبيشتري بدلتين مصنوعين من قماش واقي ضد الرصاص، وبيشتري أسلحة كتير علشان يستخدمها في القتل. وكمان بيروح لواحد من معارفه القديمة وبياخد منه الخريطة بتاعة المكان اللي هتكون فيه الحفلة اللي هتعملها جينا اخت سانتينو، وبيعرف المداخل والمخارج، وكمان بياخد المفاتيح بتاعة الابواب اللي هناك. وبيجي اليوم اللي هينفذ فيه المهمة وبيروح للمكان وبيدخل من الباب الخلفي، وبنلاحظ انه كان متراقب من رجالة سانتينو، وبيدخل هناك وبيسيب اسلحة في الممر علشان لو كان في حد بيطارده وهو خارج بعد ما ينفذ المهمة فساعتها يقدر يتصرف. وفي نفس الوقت ده كانت جينا موجودة مع الحراس بتوعها وبتطلب من كاسيان الحارس الشخصي بتاعها يسيبها ويرجع للحفلة علشان هتظبط الميك اب بتاعها. واول ما بيخرج بتتفاجئ بجون وهو واقف وراها وبترحب بيه لانهم كانوا اصدقاء زمان، وبتعرف منه ان اخوها هو اللي عاوز يقتلها وان جون مصمم ينفذ المهمة علشان يبقى حر. وبتقرر تستسلم لمصيرها وبتقطع شرايين ايديها، واول ما بتفقد الوعي بيضربها جون رصاصة في راسها وبيخرج من المكان. لكن بيشوفه كاسيان وبيتعرف عليه وبيسأله لو كان موجود علشان ينفذ مهمة جديدة، ولما جون بيأكد له كلامه بيضربوا على بعض نار وبيهرب جون من قدامه، وبيدخل في حرب شرسة مع الحراس وبيهرب منهم بصعوبة. ولما كاسيان بيلاقي جينا مقتولة بيعرف ان جون هو اللي قتلها وبيقرر ينتقم منه. وبيوصل جون بعدها للممر علشان يخرج من المكان، لكن بيتفاجئ برجالة سانتينو قدامه وبيهجموا عليه وبيحاولوا يقتلوه، وحاول يهرب منهم لحد ما وصل للمدفع الرشاش اللي كان سايبه في الممر، ودخل في حرب عنيفة معاهم وقدر يقتل عدد كبير منهم وخرج من المكان من غير اي اصابات. وساعتها بتصدمه عربية فجأة وبيخرج منها كاسيان وبيدخل في قتال مع جون، وبيستمر بينهم لفترة طويلة، والاتنين بيتصابوا إصابات خطيرة لحد ما بيكسروا الإزاز بتاع الفندق. وبيتفاجئوا بالمدير وهو بيعرفهم القواعد وإن ممنوع القتال داخل الفندق، وبيعتذروا الاتنين عن اللي حصل وبيعزمهم المدير على مشروب. ورغم ان جون حاول يقول لكاسيان ان سانتينو هو اللي طلب منه يقتل اخته، لكن كاسيان فهمه انه هينتقم منه لانه هو اللي نفذ المهمة، ودفع لجون حساب المشروب وسابه وخرج. وبتيجي بعدها مكالمة لجون من سانتينو وبيحاول يشرح له هو ليه طلب من رجالته يقتلوه، واتصدم لما جون قفل المكالمة معاه قبل ما يكمل كلامه، وفهم ان جون مصمم ينتقم منه وهيقتله زي ما قدر يقتل اخته. وخاف جدا من الموقف وعرف ان مفيش حد هينقذه من غضب جون، واتصل بالمؤسسة بتاعت القتلة وطلب منهم يسحبوا من حسابه في البنك 7 مليون دولار ويحطوهم في حساب اي قاتل مأجور هيقدر يقتل جون ويك في اسرع وقت. وبيروح بعدها الفندق الكونتيننتال في نيويورك وبيتكلم مع وينستون وبيطلب منه يبصم بدمه في التميمة قدام البصمة بتاعت جون لانه نفذ مهمته وما بقاش مديون ليه بأي حاجة، وعرفوا ان جون مش هيسيبه لانه حاول يقتله، وكمان حط مكافأة 7 مليون دولار لأي حد هيحاول يقتله. ودلوقتي مفيش اي حد هيقدر يلومه على اللي هيعمله معاك. لكن سانتينو فهمه ان كل القتلة هيحاولوا يقتلوه علشان المكافأة ومش هيعيش اكتر من يوم. وفعلا اول ما جون بيخرج من الفندق بيتفاجئ بالقتلة وهم بيهجموا عليه من كل مكان، وبيدخل في حرب معاهم وبيعاني قدامهم بسبب عددهم الكبير. وبعد ما بيقتل 3 منهم في محطة المترو بيلاقي كاسيان قدامه وبيركبوا المترو وبيدخلوا في قتال عنيف مع بعض، لكن جون بيقدر يسيطر على الموقف وبيتغلب على كاسيان وبيطعنه بالسكينة في صدره، وفاهمه انه لو حاول يخرج السكينة هيموت، وقال له انه هيسيبه عايش مقابل انه عزمه على مشروب، وسابه وخرج من المترو. ومع الوقت بيوصل للحفلة اللي كان عاملها سانتينو في المتحف بتاعه، وأول ما بيشوفوا بعض بيتصدم سانتينو من الموقف وبيصوب جون عليهم المسدس وبيدخل في حرب مع الحراس بتوعه. وبيحاول سانتينو يهرب بكل قوته وبيستمر جون في مطاردته ليه وبيقتل كل الحراس اللي بيقفوا قدامه لحد ما بيوصل للمكان بتاع المرايا في نفس الوقت اللي بيوصل فيه الحرس الشخصي بتوع سانتينو، وبتبدأ حرب جديدة بينهم وبين جون لحد ما بيهرب سانتينو من المكان، وبيدخل جون في قتال مع الحارسة الشخصية بتاعت سانتينو وبيقدر يتغلب عليها بصعوبة وبيسيبها وهي بين الحياة والموت.
وبيروح ورا سانتينو الفندق كونتيننتال، وبيدخل هناك وبيعرف من الموظف ان سانتينو موجود، وبينزل الكازينو وبيتكلم معاه سانتينو بكل ثقة علشان عارف ان القتل ممنوع في الفندق. لكن جون كان عاوز ينتقم منه وصوب عليه المسدس وضرب رصاصة في راسه قبل ما يخلص كلامه. واتصدم وينستون من الموقف، واتصدم كل الموجودين، لانها اول مرة تحصل في تاريخ المؤسسة اللي كانت منظمة الفندق ومسؤولة عن النظام الكامل بتاع العصابات والقتلة المأجورين، وكانوا بيطلقوا على المؤسسة اسم كامورا. وبيرجع جون لبيته المهدوم وبيفتكر مراته وهو حزين، لكن بيجي الموظف بتاع الفندق وبيعرفه ان السيد وينستون طالب يقابله في اسرع وقت. وبيروح معاه جون وبيوصلوا للسيد وينستون في مكان عام، وبيتكلم معاه جون وما كانش فاهم هو طلبه ليه. وساعتها وينستون عرفه ان مؤسسة كامورا قررت تضاعف ال7 مليون، وامرت بان اي حد هيقتل جون ويك في اي مكان في العالم هياخد 14 مليون دولار. ومش بس كده، ده كمان قررت تمنع عنه الحصانة اللي بتبقى موجودة لأي حد يدخل الفندق، وممنوع أي حد يحاول يحميه، والمكافأة هتتعرض على كل القتلة بعد ساعة بالظبط، وهتبدأ الحرب ضده. واتصدم جون أول ما سمع الخبر وعرف إن المؤسسة قررت تتخلى عنه، وقرر يتحداهم كلهم، وطلب من وينستون يبلغهم إنه هيبقى مستنيهم، وأي حد هيحاول يقرب منه أيا كان مركزه مش هيسيبه عايش. وأول ما جون مشي من قدامه بيتصل وينستون بالمؤسسة وبيعلن إن جون اخترق قانون من قوانين المنظمة والقتل هيبقى بعد ساعة. وبيمشي جون وسط الناس وبيتفاجئ بالتليفونات بتاعتهم وهي بترن علشان تبلغهم بالخبر، وبيعرف إن معظم الناس اللي حواليه من القتلة، وبيجري مع الكلب بأقصى سرعة قبل ما تنتهي الساعة ويهجموا عليه. ومع مرور الوقت بيكون كل القتلة مستعدين، وبيهرب جون بكل يأس وبيركب تاكسي في الشارع، لكن الطريق بيكون زحمة جدا، وبيقرر يسيب الكلب مع سواق التاكسي وبيديله فلوس علشان يوصله الفندق كونتيننتال. وبينزل من التاكسي وبيروح للمكتبة العامة، وهناك بيروح لكتاب معين وبيفتحه وبياخد منه تميمة وذهب وصليب، وبيشوف صورة مراته، وبيتفاجئ بعدها بقاتل مأجور عاوز يهجم عليه قبل ما الساعة تنتهي، وفهمه ان المبلغ اللي معروض عليه كبير جدا ومش هتفرق لو الوقت لسه ما انتهاش. لكن جون عرفه ان الفلوس مش هتفيده بحاجة لانه هيموت. وبيهجموا الاتنين على بعض، ورغم ان جون كان قوي جدا لكن القاتل قدر يصيبه بالسكينة في كتفه، وقدر جون يستجمع قوته وقتله بالكتاب اللي معاه. وبينزل بعدها وهو مصاب، وبيروح للدكتور اللي كان بيشتغل مع الفندق وبيديله فلوس وبيطلب منه يعالجه بسرعة قبل ما الساعة تنتهي لان فاضل 5 دقايق بس. وفعلا بيوافق الدكتور وبيعالجه بأقصى سرعة، لكن الوقت بينتهي قبل ما يكمل خياطة الجرح. وساعتها جون بيخيط الجرح لنفسه وبياخد من عنده حبوب مسكنة وبينزل بسرعة علشان يهرب، لكن بيشوفوا عصابة الصينيين وبيهجموا عليه بأعداد كبيرة، وبيدخل المبنى اللي قدامه وبتقوم معركة شرسة بينهم، وبيقاوم قدامهم بصعوبة، وبيصوب عليهم السكاكين اللي كانت في المبنى وبيقدر يقتلهم كلهم. وأول ما بينزل من المبنى بتصدمه عربية، وبعدها بتصدمه عربية تانية، وبيدخل اسطبل الخيول وبيدخل القتلة وراه. لكن جون بيستخدم الخيول لصالحه وبيقدر يتغلب عليهم بصعوبة، وبيخرج من هناك وهو راكب على حصان وبيجري بيه في الشارع بأقصى سرعة لحد ما بيوصل للمكان بتاع أكبر عصابة روسية في مدينة نيويورك. وساعتها بيطلع الصليب اللي معاه، وفعلا بيسمحوا له يدخل، وبيقابل الرئيسة بتاعتهم وبيتكلم معاه وبيترجاها تساعده. ورغم ان جون يعتبر مطارد من كل العصابات، لكن الرئيسة كانت بتعتبر جون زي ابنها وقررت تساعده من غير ما حد يعرف. وساعتها جون طلب منها تساعده يسافر لمدينة كازابلانكا في بلد المغرب، وبتوافق الرئيسة انها تساعده، لكن بتعرفه ان ده هيبقى اخر طلب، ولو شافته تاني هتضطر تقتله. وفي نفس الوقت ده بتوصل واحدة من رؤساء المؤسسة للفندق بتاع وينستون، كانوا بيسموها الحاكمة، وبتتكلم معاه بنبرة تهديد وبتعرفه انه خالف اوامر المؤسسة لما ساب جون عايش ورفض يقتله داخل الفندق، وكمان حذره قبل ما يبلغهم انه خالف القانون بساعة كاملة. وعلشان كده المجلس قرر يعين شخص تاني غير وينستون، ولازم يسيب الفندق خلال 7 أيام. واتصدم وينستون من كلامها وحاول يتفاوض معاها، لكنها عرفته ان ده القانون ولازم ينفذه والا هيموت. وبتوصل بعدها لواحد تاني من رؤساء العصابة كان مسؤول عن كل المشردين في الشارع وبينقل كل الأخبار عن طريقهم، وعلشان كده كانوا بيطلقوا عليه اسم الملك. وفهمته إن هو كمان لازم يسيب منصبه خلال 7 أيام وإلا هيتحكم عليه بالموت.
لكن الملك ضحك من كلامها وفهمها انها مش هتقدر تقتله. ومع الوقت بيوصل جون لمدينة كازابلانكا وبيقابل صوفيا واللي كانت تعتبر من أعز أصدقائه بتوع زمان، وأول ما بتشوفه بتضربه رصاصة في صدره، لكن الرصاصة بتيجي في البدلة ومش بيتصاب بيها، وبتتكلم معاه وهي متضايقة منه علشان سابها زمان فجأة ومن ساعتها ما بيسألش عنها. وهنا جون طلع التميمة اللي معاه وعرفها إنه محتاج لمساعدتها، ورفضت تساعده في البداية، لكن لما وراها بصمتها على التميمة وقال لها إن لما احتاجت لمساعدته زمان وقف معاها وقدر يساعدها وجه الوقت علشان تساعده هي كمان، فساعتها وافقت تساعده وقررت تروح بيه للرئيس بتاعها واللي يعتبر واحد من المسؤولين في مؤسسة كامورا. وبيروحوا الاتنين للرئيس بتاعها وبيعرف منه جون مكان رئيس المؤسسة علشان يروح له بنفسه ويحاول يتفاوض معاه، لكن الرئيس كان معجب بالكلب بتاع صوفيا وعرفها ان المعلومة اللي قالها مقابل انها تسيب واحد من الكلبين بتوعها، ولما رفضت ضرب رصاصة على الكلب وعرفها انه هو ده الثمن. ورغم ان الرصاصة جت في الواقع ضد الرصاص اللي كان لابسه الكلب، لكن صوفيا اتضايقت جدا وضربت عليه نار ودارت حرب شرسة بينها وبين رجالته، واتدخل جون علشانها وقتل معظم رجالة الرئيس. وبعدها صوفيا ضربت الرئيس رصاصة في رجله وسابته ومشيت. وبتوصله صوفيا بعدها بالعربية بتاعتها في الصحراء قريب من المكان بتاع رئيس المؤسسة، وبتسيبه في وسط الصحراء علشان يكمل الطريق لوحده. وبيفضل جون ماشي في الصحراء زي ما وصفت له يوم بعد يوم لحد ما بيفقد الوعي من التعب. ولأن الملك قرر يعارض قرار المؤسسة ورفض يتخلى عن مكانه، فقررت الحاكمة انها تتعاون مع العصابة الصينية علشان تخلص منه. وفعلا هجموا على المقر بتاعه وقتلوا معظم رجالته اللي هناك، وبعدها رئيس العصابة الصينية هجم على الملك وضربه أكتر من ضربة بالسيف، لكن سابه عايش. وقدرت المؤسسة انها تسيطر على مكان الملك. وكان جون ساعتها نايم على الأرض في الصحراء وبيشوفوا واحد من رجالة الزعيم وبياخدوا معاه على الجمل لحد مكان رئيس المؤسسة، وبيتكلم معاه الرئيس وبيعرفه انه معجب بيه وعلشان كده عاوز يسيبه عايش، لكن بشرط واحد. وعرفه انه علشان يرجع من تاني واحد منهم لازم يقتل وينستون لانه رافض يتخلى عن الفندق ومش عاوز يسمع كلامهم. واضطر جون يوافق على المهمة وقطع صباعه علشان يثبت ولاءه. وساعتها الزعيم عرفه ان المكافأة اللي معروضة على مين هيقدر يقتله هتفضل موجودة لحد ما يقتل وينستون. وبيوافق جون على كلامه وبيرجع نيويورك من تاني. وأول ما بيخرج من القطار بيشوف عصابة الصينيين وبيقتل واحد منهم وبيهرب، وبيهجم بعدها على 2 بالموتوسيكلات وبياخد واحد منهم وبيهرب بسرعة من المكان، لكن بتطارده العصابة كلها بالموتوسيكلات وبتقوم حرب شرسة بينهم لحد ما بيوصل للباب بتاع الفندق. وقبل ما يهجم عليه زعيم العصابة بيحذروا موظف الفندق لأن جون يعتبر موجود عندهم وممنوع القتل في الفندق. وبيدخلوا الاتنين للفندق وبيدخل جون المكتب بتاع وينستون وبيتكلموا مع بعض عن المشكلة اللي هم فيها. وبيقرر وينستون يستسلم وبيسلمه مسدس علشان يقتله بنفسه قبل ما المؤسسة تقتله. وبتيجي ساعتها الحاكمة وبتحاول تفهم ايه اللي بيحصل، وبتعرف ان وينستون مش عاوز يسيب الفندق، وساعتها بتطلب من جون يقتله علشان ينقذ نفسه. لكن جون بيرفض هو كمان وبيعرفها ان وينستون دخل في مشكلة بسببه ومش هيقدر يتخلى عنه. وبتتضايق الحاكمة جدا وبتتصل بالمؤسسة وبتعرفهم ان فندق كونتيننتال بتاع وينستون ما بقاش تبعهم وهيبقى عادي ان القتل يحصل فيه. وبتخرج من هناك وبتتكلم مع الزعيم الصيني وبتأمره يقتل جون في الفندق، وكمان في مجموعة كبيرة من المرتزقة اللي تبعهم هيساعدوه في المهمة. وبيقرر وينستون يتحالف مع جون وبيدخلوا غرفة الأسلحة وبياخدوا منها أسلحة كتير وبيستعدوا للحرب ضد المرتزقة بتوع المؤسسة. وبتوصل بعدها عربية مصفحة وبينزل منها كل المرتزقة وبيدخلوا الفندق بكل هدوء علشان يخلصوا من وينستون وجون. وبيخرج جون من الغرفة وبيقرب عليهم بكل هدوء وبيهجم عليهم بكل قوته وبتبدأ الحرب اللي بينهم. وحاول جون يقتل أكبر عدد منهم، لكن قتلهم كان صعب جدا لأنهم لابسين درع كامل واقي من الرصاص. ولما خلص كل الرصاص اللي معاه دخل غرفة الأسلحة تاني، لكن المرة دي خد منها بندقية معاها رصاص بيخترق أي درع. وبيخرج وبيقدر يقتلهم بكل سهولة لحد ما بيقتلهم كلهم. لكن اتفاجئ بالعصابة الصينية وهم بيهجموا عليه من كل مكان وبيدخل في حرب معاهم. وبيستمر القتال لفترة طويلة، وبعد ما بيقتلهم كلهم بيدخل في قتال مع الزعيم بتاعهم وبيحاول يقاوم بصعوبة قدامه لكن بيقدر يتغلب عليه. وبيكون وينستون ساعتها مع الحاكمة وبتحاول تتفاوض معاه، وبيتفاجئوا بجون وهو خارج قدامهم بعد ما قدر يتغلب على كل القتلة اللي هجموا على الفندق. وهنا الحاكمة عرضت على وينستون انه يرجع من تاني الرئيس بتاع الفندق زي ما كان، لكن لازم يخلص من جون. ورغم ان جون هو اللي كان بيساعده ضد المرتزقة، لكن وينستون قرر يتخلى عنه وضربه اكتر من رصاصة. وبيقع جون من فوق المبنى وبيتصدم صدمات كتير
لحد ما بيقع على الارض. وبيرجع وينستون لمكانه من تاني، وبتخرج الحاكمة من الفندق وبتتصدم لما مش بتلاقي جون موجود، وبتحذر وينستون منه. وبتشوف واحد من المشردين في الشارع وهو بيتحرك بعربية التسوق، وبيروح للملك وبيرمي جون من العربية على الأرض. وبيتكلم الملك مع جون وهو مصاب وبيعاني، وبيعرفوا إن جه الوقت علشان يتحالفوا مع بعض ويخلصوا من المؤسسة اللي كانت السبب في كل حاجة. وساعتها جون بصله وهو متضايق وعرفه إنه مستعد للحرب.